وقتكم يا رب. اليوم وصفتنا وصفة الشيش برك، وصفة غير شكل بتجنن، طريقة سهلة وشرح مبسط ولا أهين من هيك. معي هون 3 أكواب من الطحين، معلقة ملح صغيرة، ومعي كوب من الماء. بعجن وبسكب مي لأشوف أنا بتاخد معي كمية المي. فنجان، أخدت معي هون فنجان صراحة، ومعلقة مي، يعني معلقة مي من الأكل. بعدين أنا هون مدوبة سمنة معلقتين، صراحة بتعطيها نعومة للعجينة وبتعطيها طعمة طيبة بالطبخ. دقايق هون صارت ناعمة معي وملسة، غطيتها لترتاح نص ساعة، بحطها على جنب. وهلا بدي جهز التبلة تاعت اللحمة تاعت الشيش برك. قطعت بصلة كبيرة فرمتها، وهلا بدي احطها بمقلاية وحطها على النار. لا تنسوا تشتركوا بقناتي اذا كنتوا جداد على القناة وعم تشوفوني. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد انا بعمله. هوني انا معي ملعقة ملح صغيرة، ومعي 7 بهارات، كمان معلقة 7 بهارات صغيرة، وكمان بهار اسود. تبلتها وحطيتها هون على جنب. هلا عم مضي العجينة بعد ما ارتاحت معي نص ساعة. بأي شي عندكم بتقطعوها، يعني حيالله شي هيك بتقطع صغير. انا هون معي فنجان قهوة بحسها اهين، قطعتها كلياتها هيك مثل ما عم تشوفوا انتو دواير. وهلا فردتها شوي هيك باصابع اطراف ايدي، فردتها شوي. وهلا هون عم طبقها، ولا اهين من هيك. عجينة ناجحة 1,000,000% او 100%. هلا هون هيك مثل ما عم تشوفوا باطراف اصابعي شديت على الطرف هيك شوي وكبستها. وهلا كمان حشيتها هون معلقة صغيرة من اللحم المفروم مع البصل، وعم طبقها وعم تطبق معي. ما احلاها، بتجنن صراحة. مين مثلي بيحب الشيش برك؟ اكتبولي بالكومنتات. هلا بعد ما هون بدي طبقهم كلياتهم مثل ما انتم شايفين. عملت اكتر من وحدة، انا عملت 2 وهي الثالثة. طبقتها كمان معكم قدامكم طريقة هينة مبسطة. بلفها هيك وببرمها. بدي كفي انا هون اللي معي العجين. طلعوا ما شاء الله معي صينية كاملة. هلا بدي احطها على درجة حرارة هون 200 قريب 10 دقايق. بس بدي نشفها، انا ما بدي حمرها، بدي نشفها بس. وهون مجهزة معي انا هون كوبين من الارز البسمتي، او فيكم تحطوا الرز اللي بدكم اياه انتو، ان كان طلياني ان كان مصري. ولكن انا حسيت الرز البسمتي بيعطي شكل حلو للمجدرة. بدي غسلهم هون شي زومين او 3، وبدي انقعن على جنب 10 دقايق. هون معي 1.5 كوب من العدس، حطيت عليه نص الطنجرة مي. وهون معي انا 2.5 كيلو من اللبن. اكيد العدسات حطيتهم على النار بين ما يغلوا هن. انا هون كنت عم جهز اللبن 2.5 كيلو لبن، حطيت لهم معلقتين نشا وضليت عم حرك 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 لحديت ما يغلى عندي اللبن. بتكون العجينة طلعت من الفرن وبسقطهم. طلعت العجينة من الفرن، وهلا عم سقطهم حبة حبة بقلب الطنجرة كرمال ما يلزقوا ببعض. لا تنسوا تشتركوا بقناتي احبابي اذا شفتوا الفيديو. لا تنسوني من اللايك، ولا تنسوني من الكومنتات الحلوة اللي بتحطوها انتو. فهون بحرك شوي اللبن، برجع بشوف عندي العدس استوى نص سوا. بسقط فوق الرز المنقوع، وبقلبهم هيك شوي لاغمرهم بالمي. وبعدين بحط الميات اللي كانوا مفضين معي هون ونتفة الرز بقلب الجاط، وبدي احط عليهم كمان 1 كوب من المي. يعني اغمر العدس والرز بالمي. بعدين هون بتغطي الطنجرة انا وحتى على اخر بدي وطي الغاز يعني عليها. فهون انا كان عندي باقة كزبرة فرمتها او دقيتها، ودقيت مع راس توم، وحطيت عليهم معلقة ملح صغيرة ومعلقة سمنة. قليتهم يعني تقلية هيك شوي، خليتهم لونهم اخضر. ما بدي لونهم احمر مشان ما يغير لون اللبن معي، بدل لون اللبن ابيض وحلو شي بشهي. ما بحكي لكم على الروايح، ريحة الكزبرة مع اللبن غير شكل. بخليهم هلا هون شي ربع ساعة على النار او 10 دقايق، لانه ما بده كتير طبيخ. هون انا كان معي بصل كبيرة قليتها بمعلقة سمنة كرمال حتى فوق العدسات او الرزات او المجدرة. بدي قليها مزبوط هيك هون، وخليها تاخد لون احمر.
اعمل تقلية يعني للبصلة حتى تعطيني النكهة الحلوة للمجدرة. شوفوا لي هلا ما احلاه. هلا هحط هون السمنة فوق العدسات والرز او المجدرة وقلبهم هيك لتاخد نكهة البصل والسمنة. هلا هون معي الأكلة جاهزة ما شاء الله، شيش برك، ريحة بتجنن. هون حط سكبتها بالصينية البايركس وحطيت هون كمان مجدرة، وهلا بدنا ندوق. بسم الله. طعمة غير شكل يا جماعة، أنصحكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم، تشتركوا بقناتي. أهلا وسهلا فيكم. كانت معكم سوزي، والسلام عليكم.